الله الله على الجمال. طبعا الجو برد جدا، وطبعا بالليل جوع بالليل، وطبعا وانتي قاعدة يلا اعملي لنا حاجة ناكلها بالليل او حاجة تدفينا يا ماما. النهاردة هنعمل حاجة تحفة كلنا بنحبها، وطبعا مغذية جدا وكمان حلوة لأولادنا. بيشتروها من بره حبة صغيرة قد كده، مش كتير، وبتبقى غالية. يلا تعالي اعمليها في البيت بطريقة حلوة وسهلة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم. اسفة على صوتي، معلش، انتوا عارفين البرد الوقت مش سايب حد. عندي هنا النهاردة ايه؟ هنعمل البليلة الحلوة بطريقة عندك في البيت. غسلتها ونضفتها، طبعا بتجيبيها من عند العطار تنقيها، عايزة نص عايزة ربع زي ما انت عايزة هاتي. انا عندي هنا نص كيلو من قمح البليلة، جبتها طبعا نقيتها كويس ونضفتها من اي شوائب فيها، وبعد كده نقعتها مفيش نص ساعة، وبعد كده حطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت نصها مية. هنحطها كده على النار. طبعا هي ما بتاخدش سوا كتير، ما عادش زي الاول زمان كانت القمح البليله بتاخد سوا جامد شويه، انما دي اول ما تغلي غلوتين وتحطيها على النار شويه، وبعد كده بتطفي وتقفلي الغطا عليها كويس قوي، زي ما تكوني بتدمسيها. طريقه اسمها طريقه تدميس البليله. وبتغلي غلوتين وبتقفلي عليها كويس قوي. بعد كده بتحطيها على النار بعدها بشوية، بترجعي تولعها بعد نص ساعة، بتوليها عليها تاني غلوتين، وبتلاقيها استوت زي ما انت شايفة كده. استوت وبقت حلوة، بس احنا بنحبها فيها يعني ناقصة سوا حاجات بسيطة كده. انت طبعا السوا ده بتاعك انت، زي ما انت عايزاها مستوية خالص للنهاية. بس هي كل ما بتقعد في اللبن، بصوا بقول لكم اهي استوت، بس فيها عضة بسيطة خالص كده. كده خلاص هي استوت، وكده هي حلوة قوي. وكمان هنا بجهز اللبن بتاعها، سهلة وبسيطة. واعمليها بقى جنبها اي حاجة انت عايزاها. هنا بغلي اللبن، كنت شايلاه في الفريزر، فقلت اغلي اللبن. عندي الولاد طبعا واقفين، يلا يا ماما اعملي لنا ايه حاجة سخنة تدفينا. بصراحة هي في الشتاء بتبقى حلوة قوي. جربيها انت، لو اشتريتي هتشتري كبشتين من دي كده ب10 جنيه، فهاتي احسن نص كيلو بليلة او ربع كيلو واعمليها عندك في البيت. هي كده استوت. هنغلي اللبن بتاعنا حلو قوي. طبعا في الفترة دي انا حطيت عليها السكر عشان يغلي معاها ويدوب معاها كويس قوي. بعد كده اهو حطيت السكر، واما اللبن غلي نزلت على اللبن كده على البليله بتاعتي في الحله، وهسيبهم يغلوا غلوتين 3 كده مع بعض. واحط كيس فانيليا، احط ميه ورد، ماء زهر، اللي انت عايزاه بقى. النكهه دي بتاعتك انت، مش عايزه تحطي عليها خالص وما تغرفيها في الاطباق تحطي رشه قرفه، اعملي كده بتبقى حلوه قوي بالقرفه. بس في ناس ما بتحبش القرفه، بس القرفه بتدفي وبتدي طاقه حلوه لاولادك. جربي الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. سهله، بدل ما تشتري حبه صغيره من بره، لا اعمليها عندك في البيت. هتعملي كميه حلوه، اعمليها للعشاء لما يطلبوا منك حاجه تدفيهم، حطها لهم. كده خلاص هتغلي معايا شويه حلوين كده، تشرب بس من اللبن. انا بحط السكر معاها عشان ايه؟ تغلي وتشرب من السكر كمان. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده خلصناها وحطيناها في اطباق. وكنت عامله للولاد جلاش كمان، قالوا يا ماما حط لنا جلاش معاها ناكله جنبها، بتبقى حاجه حلوه جنبها، بتبقى حلوه قوي. بصوا سمكها بقى تقيل، واللبن عمل وش كده وبقت تقيله، مش صيصه ميه كده. لا، اما تغلي اللبن معاها غلوتين كده وتسيبيهم فيها وتقفلي الغطا عليها، بتبقى زي ما انتوا شايفين كده. تاكليها بارده بقى، تاكليها دافيه سخنه قوي، دي حسب الذوق بتاعتك. بصوا بقول لكم استوت وطعمها حلو قوي. طبعا انا غرفه دول للاولاد، وعملت صينيه جلاش جنبها. في ناس الولاد كسروا الجلاش كده على وشها وكلوا جنبها جلاش، كان مقرمش وحلو، وكانوا اكله دفى. بصراحه حلوه الحاجات والحلويات والحاجات الدافيه دي. جربي الطريقه دي ان شاء الله وهتعتمديها على طول. البليله بطريقتي هتعجبك قوي. هاتي نص كيلو بليله وقومي اعمليه في البيت، ودفي اولادك ودفي البيت بطريقه حلوه هتعمليه، سهله وبسيطه، بدل ما تشتري من بره انت مش عارفه معموله ازاي. يلا ما تنسنيش في اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من شروق وماما في المطبخ. وسلام.